بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبدأ مع بعض الحلقة الجديدة إن شاء الله. قصة حياة مولانا الشيخ محمد عثمان، والقصة النهاردة شبه طريفة. مولانا الشيخ بيقول زمان كنا فقرانين خالص، يعني جه في وقت عليهم هو والمريدين معاه شوية، يعني كان شوية من المريدين نقول 17 20 حاجة زي كده. فمر عليهم وقت كانوا معهمش فلوس خالص، فقرانين يعني معهمش فلوس خالص، الفلوس كانت قليلة جدا. فكان معايا واحد من المريدين اسمه عبد الكريم، ابنه ليه ابن صغير اتشاكل مع واحد فضربه وعوره. يعني زي ما انت عارف الأطفال ممكن تتخانق مع بعضها كده لما بيحصل. فابن عبد الكريم راح ضرب الولد التاني، فالولد اتعور. وبعدين الموضوع عملوا له ابوه راح عمل محضر، واتعمل للولد ابن عبد الكريم ده قضية وجلسة وبتاع. بيقول وانا الجلسة قربت، المحكمة قربت، الشيخ بيقول وانا خايف على الولد احسن يحكموا عليه ويسجنوه. خلي بالك والده هنا شال ايده بقى خلاص. واخد بالك الشيخ هو متولي الحكاية. يقول انا خايف على الولد احسن يحكموا عليه ويسجنوه او يغرموه، واحنا فقرانين خالص، يعني حتى في الغرامة مش هنعرف ندفع الغرامة. فالمهم الشيخ عمال يجيبها كده كده، فبقول نمت زعلان، نام هو زعلان يعني. بعدين جاني سيدي ابراهيم السوقي قال لي مالك؟ قلت له طبعا شوف بقى المنظر، الفلسفة هنا. هو زعلان عشان ابن عبد الكريم مريده، ونام زعلان، يوم الشيخ يجي لمريده اللي هو الشيخ محمد عثمان يقول له مالك؟ شغل يعني يبقى تسلسل جميل كده. قال له مالك؟ قال له سيدي ابراهيم قال له انت عارف ان القضية بتاعت الولد بكرة، وانت عارف احنا حالنا شكله ايه، يعني مش هينفع لا غرامة ولا الولد السجن، وانت وانا رايح بكرة المحكمة. قال له خلاص، وانت رايح بكرة المحكمة هتلاقي واحد مجذوب هناك اسمه مختار، روح له وكلمه. بعدين وانا رايح، بيقول بقى الصبح بقى وهو رايح المحكمة، لقيت المجذوب اللي قال لي عليه سيدي ابراهيم ده واقف. اول ما شافني قال لي اهلا يا شيخ محمد، انت رايح فين؟ قلت له رايح المحكمة. قال لي علشان كذا؟ قلت له ايوه عشان موضوع الولد. فقال لي خلاص ندي الولد فيها شهرين. قلت له ما ينفعش، ما يستحملش شهرين، الولد صغير وما ينفعش يستحمل شهرين. قلت له، قال لي طب شهر واحد. قلت له برضه ما ينفعش. بعدين قال لي طب اسبوع. قلت له برضه ما ينفعش. قال لي خلاص نغرمه 5 جنيه. قلت له احنا فقرانين وما عندناش حاجة، ما فيش غير 3 قروش هنروح بيهم. يعني كمان ايه وصل ب3 قروش بس يروح بيهم. يعني زي ما نقول ال3 قروش في الوقت ده مثلا كانوا يقدروا زي 30 جنيه مثلا، 30 جنيه يروحوا بيهم. فقال فقال لي طيب اعمل ايه يا شيخ محمد؟ مكذوب بيقول لي الشيخ محمد عثمان اعمل ايه يا شيخ محمد؟ قلت له شوف اي حكم تاني. قال لي مفيش غير اننا نحكم عليه بكفين، يعني الضرب قلمين يعني. بعدين سبته ومشيت، رحت المحكمة، دخل يعني المبنى. القاضي جه نادى على الاسماء، لا الاسم، راح نادى على اسم الولد. جه الولد، القاضي قال له انت منين؟ الولد قال له انا من حلفا. القاضي قال له كمان انا من حلفا. بعدين القاضي سأله انت ابوك مين؟ قال له انا ابويا فلان ابن فلان. القاضي قال له ابوك راجل طيب. بعدين سأله
ايه الموضوع بقى؟ الولد قال له الموضوع كذا كذا كذا. القاضي قال له طيب امشي وبعد الجلسة تعالى. يعني الحكم بعد الجلسة. بعد ما خلصت الجلسة بعدين احنا رحنا للايه، للبشكاتب اللي هو كاتب المحكمة يعني. نشوف الحكم حصل فيه ايه. فطلع الحكم الراجل البشكاتب استغرب. طلع الحكم لقى الحكم، بص فيه واستغرب وقال لي انتم منين؟ قلت لهم من حلفا. البشكاتب قال حلفا؟ حلفا ايه؟ انا عمري 20 سنة شغال هنا في المحكمة ما شفت حكم محكمة بيحكم بقلمين. بعدين للولد وبعدين قال للولد روح يا ابني القلمين ولا حاجة. وانتهى الموضوع على انه الحكم اللي حكمه اللي احنا قلناه للمكذوب هو اللي تم. دي كانت طرفة كده وقصة مولانا الشيخ، بس فيها عبرة ان مولانا الشيخ ما سابش المريد بتاعه، كذلك مولانا سيدي ابراهيم ما سابش الشيخ محمد عثمان، حللوا المشكلة ان هو والله حلل العقد. ونتقابل في حلقة تانية ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبدأ مع بعض الحلقة الجديدة إن شاء الله. قصة حياة مولانا الشيخ محمد عثمان. والقصة النهاردة شبه طريفة. مولانا الشيخ بيقول زمان كنا فقرانين خالص، يعني جه في وقت عليهم هو والمريدين معاه شوية، يعني كان شوية من المريدين نقول 17 20 حاجة زي كده. فمر عليهم وقت كانوا معهمش فلوس خالص، فقرانين يعني معهمش فلوس خالص، الفلوس كانت قليلة جدا. فكان معايا واحد من المريدين اسمه عبد الكريم، ابنه ليه ابن صغير اتشاكل مع واحد فضربه وعوره. يعني زي ما انت عارف الأطفال ممكن تتخانق مع بعضها كده لما بيحصل. فابن عبد الكريم راح ضرب الولد التاني، فالولد اتعور. وبعدين الموضوع عملوا له ابوه راح عمل محضر، واتعمل للولد ابن عبد الكريم ده قضية وجلسة وبتاع. بيقول وانا الجلسة قربت، المحكمة قربت، الشيخ بيقول وانا خايف على الولد احسن يحكموا عليه ويسجنوه. خلي بالك والده هنا ايه، شال ايده بقى خلاص. واخد بالك الشيخ هو متولي الحكاية. بيقول انا خايف على الولد احسن يحكموا عليه ويسجنوه او يغرموه، واحنا فقرانين خالص، يعني حتى في الغرامة مش هنعرف ندفع الغرامة. فالمهم الشيخ عمال يجيبها كده كده. فبقول نمت زعلان، نام هو زعلان يعني. بعدين جاني سيدي ابراهيم السوقي قال لي مالك؟ قلت له طبعا شوف بقى المنظر، الفلسفة هنا. هو زعلان عشان ابن عبد الكريم مريده، ونام زعلان. يوم الشيخ يجي لمريده اللي هو الشيخ محمد عثمان يقول له مالك؟ مش الولد؟ جه الولد، القاضي قال له انت منين؟ الولد قال له انا من حلفا. القاضي قال له كمان انا من حلفا.
بعدين القاضي قال له، سأله انت ابوك مين؟ قال له انا ابويا فلان ابن فلان. القاضي قال له ابوك راجل طيب. بعدين سأله ايه الموضوع بقى؟ الولد قال له الموضوع كذا كذا كذا. القاضي قال له طيب امشي وبعد الجلسة تعال. يعني الحكم بعد الجلسة. بعد ما خلصت الجلسة بعدين احنا رحنا للبشكاتب اللي هو كاتب المحكمة يعني. نشوف الحكم حصل فيه ايه. فطلع الحكم الراجل البشكاتب استغرب. طلع الحكم لقى الحكم، بص فيه واستغرب وقال لي انتم منين؟ قلت لهم من حلفا. البشكاتب قال شغل يعني ايه، بيبقى تسلسل جميل كده. قال له مالك؟ قال له سيدي ابراهيم، قال له انت عارف ان القضية بتاعت الولد بكرة، وانت عارف احنا حالنا شكله ايه. يعني مش هينفع لا غرامة ولا الولد السجن، وانت وانا رايح بكرة المحكمة. قال له خلاص، وانت رايح بكرة المحكمة هتلاقي واحد مجذوب هناك اسمه مختار، روح له وكلمه. بعدين وانا رايح، بيقول بقى الصبح بقى وهو رايح المحكمة، لقيت المجذوب اللي قال لي عليه سيدي ابراهيم ده واقف. اول ما شافني قال لي اهلا يا شيخ محمد، انت رايح فين؟ قلت له رايح المحكمة. قال لي علشان كذا؟ قلت له ايوه عشان موضوع الولد. فقال لي خلاص ندي الولد فيها شهرين. قلت له ما ينفعش، ما يستحملش شهرين، الولد صغير وما ينفعش يستحمل شهرين. قلت له، قال لي طب شهر واحد. قلت له برضه ما ينفعش. بعدين قال لي طب اسبوع. قلت له برضه ما ينفعش. قال لي خلاص نغرمه 5 جنيه. قلت له احنا فقرانين وما عندناش حاجة، ما فيش غير 3 قروش هنروح بيهم. يعني كمان ايه، وصل ب3 قروش بس يروح يعني زي ما نقول ايه، ال3 قروش في الوقت ده مثلا كانوا يقدروا زي 30 جنيه مثلا، 30 جنيه يروحوا بيهم. فقال فقال لي طيب اعمل ايه يا شيخ محمد؟ المكذوب بيقول لي يا شيخ محمد عثمان اعمل ايه يا شيخ محمد؟ قلت له شوف اي حكم تاني. قال لي مفيش غير اننا نحكم عليه بكفين، يعني اتضرب قلمين يعني. بعدين سبته ومشيت. رحت المحكمة، دخل يعني المبنى. القاضي جه نادى على الاسماء، لا الاسم راح نادى على اسم